يا سفيان رحيمي. كرة يخطفها محمد عوض الله. الهدف الرابع هو مشروع الآن في هذه اللحظات. لابا 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 لابا، وعلى الجميع أنت للهدف السابع. أنت في خطر يا عمر خريبين، أنت في الهدف الثاني طبعا في هذه المباراة. محمد عوض الله خطف كرة بشكل ممتاز، بعد ذلك بكل دقة وضعها للابا. لابا وضعها بكل حنية. اذهبي وعانق الشباك، اذهبي وسجل الهدف الرابع، اذهبي واجعليني اقترب من عمر خريبين ومن على مستوى جدول هدافي البطولة. اسمي يعود مرة أخرى. يسجل لابا كوجو الهدف الرابع، يسجل الهدف الرابع. إذا العين يسجل رابع أهدافه في هذه المباراة، رابع أهدافه في هذه المباراة. فعل أيضا ذلك مع موناكو تحقيق بطولة الدوري الفرنسي. هذه كرة لي يا رحيمي، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث معك يا رحيمي؟ فرصة ضاعت، فرصة عدى فيها، مر فيها، واجه المرمى، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة قوية، تتحول الكرة لركنية عرضية، وصلت لإيريك بيرجعها عرضية من جديد داخل منطقة الجزاء. الله الله الله، لا تخطئ أمام لابا كذلك يا عبد الله يوسف، لا تخطئ أمام القناص، لا تخطئ أمام السفاح الزعيم. يلعب كرة سفيان ما زالت الكرة عند سفيان، وتسديدة لابا. أيضا ضاعت يا عبد الله يوسف. هذا هو السفاح الذي يبحث عن مرماك في اللقطة الماضية. شوف اللقطة، تسديدة أولى كانت لسفيان رحيمي، أتت ووصلت بعد ذلك لابا كوجو، حاول فيها وبالتالي سجل بعد ذلك وجود وحضور طبعا حارس المرمى عبد الله يوسف في إبعاد الكرة الماضية من أمام اللاعب الخطير جدا لابا كوجو. تتحول الكرة اللي غير أيضا بنزول اللاعب محمد رضا أزادي في انتظار كرة أزادي. الله 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 الله، سجل أزادي لتصبح النتيجة 4-1. كانت مرسلة متقنة من لاعب فريق نادي العروبة محمد جلال، وصلت على أقدام محمد رضا أزادي ليسجل الإيراني هدف جميل جدا يقلص من خلال الفارق في مرمى الزعيم العناوي، في مرمى الزعيم. إذا هدف جميل يعيد شيء لفريق نادي العروبة. حلوة وكانت من محمد جلال، لعبة بالمقاس على قدم اللاعب محمد رضا أزادي اللي نزل بديل طبعا في الدقائق الماضية لأرضية ملعبه. تتحول الكرة لركنية عرضية، وصلت لإيريك بيرجعها عرضية من جديد داخل منطقة الجزاء. الله الله الله، لا تخطئ أمام لابا كذلك يا عبد الله يوسف، لا تخطئ أمام القناص، لا تخطئ أمام السفاح الزعيم. يمتلك سفاحا يدعى له. جميلة يا جاردم، شوف الكرة إيريك رجعها، وكرة أخطأ فيها عبد الله يوسف. وحينما تخطئ أمام لابا هكذا يكون المشهد، هكذا تكون الصورة، هكذا تتحرك الشباك، هكذا لن يرحم السفاح. يسجل هدف المباراة الثاني لمصلحة الزعيم العناوي. 2-0. يسجل لابا سادس أهدافه في هذا، لكنه خالد الهاشمي على الجهة اليمنى بندر ممكن عرضية، هي كذلك عرضية خطيرة، ممكن جول. الله، هكذا الزعيم يفتح صفحاته الجديدة. عرضية جميلة وصلت الإبعاد، لم يكن جيدا يا عبد الله يوسف. الكرة في المرمى برأسية، أن تخطئ أمام سفيان هذا خطأ فادح،
هذا خطأ ممنوع ممنوع ممنوع، لأن سفيان هو من يصنع دائما الممنوع، وهو تسجيل في المرمى. التسجيل في المرمى براسية يسجل الزعيم العلاوي أول أهداف المباراة. إذا يتقدم العين بالهدف الأول.